إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وآله وسلم اللهم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة الكرسي ثلاثة من ثلاثة
والمؤذن لحضرة سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابته أجمعين جميع عباد الله صالحين منهم المهاجر أحمد بن عيسى بن عبد الله إمام علي بن أبي خلق قسم سيدنا أوصل الأعظم الفقير المقدم محمد بن علي أولاد الحمزة الحبيب علوي غيور حبيب عبد الله الرحمن الحبيب علي النبي أحمد شاهد وصلهم ثم المقدم ثاني إمام أشرف الحبيب عبد الرحمن سقام ابن الحبيب محمد مولد ثم إلى رسول صاحب البيت الحبيب سالم بن محمد الكام أولاد يوسف مرسوسا جد الكتب صاحب البيت صاحب الحال سيد الحبيب أحمد بن حامد بن علي الكام وصوله وأولاد الحبيب حامد جد الحبيب نوير ابن الحبيب أحمد الكهواني حبيب محمد حبيب ضبوحان حبيب علي حبيب خديجة أنور بنت أحمد الكام وجميع أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبرها بأن الله يعلي درجاتهم الجنة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده لا بإذنه بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكم مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في وقت وحين وصل على سيدنا محمد حتى ترضى العظام من عليها وأنت خير الوارثين. وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل ووصل وتكبر ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما حللنا من قول لا إله إلا الله سبحان الله بحمده وما استغفر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البيت المبارك وفي هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونحضرها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سر رسول الله حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آباء إخوان من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى الرسالة أبي بكر عمر وعثمان وعلي وأنباء الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأثبت رسول الله تخرى أمة المؤمنين سيدنا خادجة بن عائشة الرضا وخصوصنا فاطمة الزهراء حمزة العباس الحسن حسين علي زينب محمد باقر جعفر صارم موسى الكاظم علي رضا علي وريدي محمد النجيب وسيدنا عيسى النجيب محمد المهاجر الله أحمد بن عيسى عبد الله سيدنا علي خلق قاسم سيدنا محمد صابر من باس سيدنا أستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم والحبيب علي عم الفقيه وسيدنا حبيب علي غير الفقيه المقدم حبيب علي بن علي صابر الدرك إمام محمد مولى الدوي سيدنا الفقيه المقدم ثاني إمام أشرف رحمن السقاب والشاحب المخضر السكران أحمد السكران حبيب علي السكران حبيب عبد الله بكر وحبيب بكر عبد الشاه بكر بن سالم والحبيب عقيل بن سالم والحبيب محمد عبد الرحمن الطوش عن الله بارك الله حداد وأصولهم وفروعهم كتب شيخ بكر الجيلاني شيخ حمد البداوي شيخ حمد الرفاعي شيخ إبراهيم السوكي أبي حسن شدري شيخ محمد البوسيري صاحب برده أبا باشا سلطان شيخ محمد الدجاني شيخ سليمان الجزري محمد حبيب حربان حبيب الله الإدوس
وأصولهم وفروعهم وجنان الله السقاب وأصولهم وفروعهم حبيب عمر السقاب صافي حبيب حامد والحبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري مولى الأرشي والحبيب أحمد محمد مولى الشيخ يوسف عبد الحسني والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الفقيه أحمد بن مسمير والحبيب حسن بن صلاح البحر والحبيب عبد الله الفقيه عبد الله بن حسين بن طاهر وأخوان حبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب بكر بن عبد الله العطاس وأصولهم وفروعهم والحبيب علي بن حسين الحبشي والحبيب عبد الله الحبيب محمد الحبيب أحمد الحبيب علوي بن علي محمد بن حسين الحبشي محمد بن هادي السقاب وأصولهم وفروعهم الحبيب علي بن شعب أحمد محمد مخضار ولسنين الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاب ولسنين الحبيب محمد بن سلم المخضار والحبيب أحمد بن سيد عبد الله الحدار ولسنين الحبيب عبد الرحمن مصطفى لدوس من تاريم وأهلا من زنبل سالة علوين والحبيب حسين بن أبو بكر عبد الله محسن العطاس وأصولهم وفروعهم الحبيب محمد الحدار الحبيب علوي الحبيب حسين بن الحدار الحبيب أحمد بن عبد الله بن طلب العطاس وأصولهم وفروعهم والحبيب عبد القادر بن علوي السقاب وأصولهم وفروعهم والتسعة رحمة الله أنفال شيخ بن حمد بن فقيه محمد بن حمد بن فقيه حبيب هي حبيب صافي والحبيب محمد بن حبيب محمد محضار وسنين الحبيب محمد سين الدوس محمد الدوس حبشي ولسنين الحبيب جابر بن السقاب حبيب علي بن السقاب والحبيب علي بن الله الحداد الحبيب عبد الله بن علي الحداد ولسنين وصولهم وفروعهم الحبيب السقاب شيخ علي ابن القطب الإمام بكر محمد السقاب حبيب علي بن محمد السقاب الحبيب صالح مسلم حسين هادي العامل ولسنين الحبيب عبد القادر بن أحمد بن فقيه حبيب عبد الله بن عبد بن محمد بن فقيه ولسنين الحبيب محمد بن حسين بن عبود الحبيب حسن بن هارون والحبيب حول بن عبد الله السقاب والحبيب محمد بن محمد الحداد محسن العطوس والحبيب علي بن حسين العطوس من جد الخير والحبيب علي بن الرحمن حبشي وصولهم وفروعهم ولسنين الحبيب محمد بن علوي الحداد ولسنين الحبيب سالم بن طه والحبيب حسين بن ومن جاوز سادة بن علوين والحبيب حسين بن عثمان علي وسنين الحبيب عبد الرحمن مصطفى بن سمين ولسنين الحبيب حسين بن احمد بركبه وصولهم وفروعهم ولسنين الحبيب حامد بن عبد الرحمن السقاب وصولهم وفروعهم والحبيب هاشم بن حسين ملاخيلا وصولهم وفروعهم وشاطه ولسنين الحبيب حامد بن علي بن عبد الله الحداد واخوان حبيب حامد اصولهم وفروع حبيب عبد الله بن سالم ولسنين الحبيب احمد بن علي بن صالح بن شهاب بكر بن سالم والحبيب عبد الله بن سالم الكاب واصولهم وفروعهم والحبيب شهاب بن احمد بن شهاب والحبيب احمد بن شهاب بن احمد شهاب عبد الله بن شهاب والحبيب حامد وعمر بن شهاب واصولهم وفروعهم ولسنين الحبيب احمد بن حسن حبشي واصولهم وفروع عبد الرحمن محمد النوار وأصولهم وفروعهم ولسنين الحبيب علي بن حسين الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن شهاب بكر بن شهاب حبيب أبو بكر بن أحمد بن شهاب والحبيب علي بن الحبيب علي بن الرحمن النوار وأصولهم وفروعهم والحبيب علي بن السقاب وأصولهم وفروعهم والحبيب ولسنين الحبيب محمد بن عمر ملاخيلا وأصولهم وفروعهم ثم إلى سنين الحبيب الحبيب صاحب البن حبيب سالم بن محمد الكام والحبيب حامد بن سلم الكام سالم بن عبد الرحمن شيخ ثم إلى سوسن صاحب الجن الحبيب أحمد بن حامد بن علوي الكاب أولاد الحبيب حامد النوير ابن الحبيب أحمد كيفاني حبيب محمد الحبيب عبد الله بن الحبيب علي حباب خديجة أنور وأصولهم وفروعهم ثم إلى من اجتمعنا هنا بسببهم وثم إلى رسول أستاذ محمد نوفل أحمد نوفل بن عبد الله الكاب بن عبد الله بن أحمد بن حامد بن علوي الكاب أن الله يغفر لهم ويرحم رحمة والدينا ولكم خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عما وسل لهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نور يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وإذكا وحجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا وعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا وعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا وعف عنهم واجمعنا وإياهم والمسلمين في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أولئك مع الذين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالعليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فاضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سير أسرار إياك نعبد وإياك نستعين صراط غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه ووفقنا للخير وعينه يا ربي به وبآلهم أجل بالناس والدوام يا سبحانك اللهم وتحية يا سلام
وآخر الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أنا مشغول بلا إله عن جميع الكون جملة. أنا مشغول بلا إله عن جميع الكون جملة. فإذا ما كلا من ذا قل هو صاب المولى. فإذا ما كلا من ذا قل هو صاب المولى. أخذته الره حتى لم تباكي فيه فضله. أخذته الره حتى لم تباكي فيه فضله. راه أنسين راه قدسين ليست الراه المدلة. راه قنسين راه قدسين
ليست الراح المدلة تسمت الكرب هبت من ضباء العاملية تسمت الكرب هبت من ضباء العاملية أطربت روحي وسري إن أهدت لي تهيا أطربت روحي وسري حين أهدت لي تهيا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Fadlu, tamu boleh masuk ke dalam, masih banyak kosong. Fadl, jemaah fadlu.
Halo. 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 Satu tuh. Sim, satu lagi Sin. Tuh, satu. Tuh. Satu lagi Sin, Sin. Tuh. Al-Fatihah. Allah yuhanni nuruha habibi madad alaina yubariku fina wa fi manazilina wa diyarina wa haratina wa buldanina wa damanina wa ahli damanina wa yaj'alu lana wa lahum nasiban wafiran min rasulihi wa min mustafa wa min safwatihi min khalqih imanan bih wa tahiyatan lahu wa ta'ziman lahu wa tasdiqan bih wa bima ja'a bihi wa yaqinan bima ballaghahu wa ijlalan liqadrih wa wala'an lahu wa raghbatan fi liqa'ih wa murafaqatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi وسلم شوقا إليه وأن يوفر حظنا من كل تلك المواهب والمنن ويصلح لنا السر والعلن ويجمعنا بالمصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويثبتنا على طريقه ويثبتنا على منهاجه الأقوم ويحمينا من الآفات يفرج كروب أمته يجعلنا وإياكم في خيارهم وأنفائهم لهم في عافية كما وأسلافنا الصالحون كما وجد الحبيب محمد بن حمد كما حبيبنا محمد بن حبيب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك أوصف الأوصفياء
السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك من رب السماء من رب السماء السلام عليك دام بلا انقضاء السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك يا رسول الله يا نبي
لك شفاعة وهذا مطنا بي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطنا بي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطنا بي يا نبي أنت المرتجى يا ممازحا اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يا ممازحا اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطنا بي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطنا بي يا نبي لودنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب لودنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا موطنا بي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا موطنا بي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد اسم البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير ما هي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه واردع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله أعوذ بالله عليه. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلي وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. والنور طه عبده منا به في ذكره عظم به منانا. هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا. واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا. بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة هنذا وكن يقظانا. وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإله صانا. طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا. وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. يا رسول الله سلام عليك. يا رفيع
الشان والتراجي أنفت يا جيرة العالم يا أحايل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والتراجي أثبت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم kekasih kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syahni والتراجي أكفتا يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم tauladan kita Nabi Muhammad, penuntut kita Nabi Muhammad, junjungan kita Nabi Muhammad, panutan kita Nabi Muhammad, ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syahni والدراجي أنفتا يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم صلوات سلام tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hati, betapa hasrat ingin bertemu kami semua selalu rindu Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syahni والتراجي أطفتا يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم اللهم صل
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نعته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. وهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا صلى الله عليه. حتى أنادى ارفع وصل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي آنا الجنانا صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه. بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيها عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسون عيانا وهو ابن هاشم الكريم بن شهم بن عبد من بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا وهناك كيف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا وحينما هملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما عملت به أن المهيمن علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطور من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فعد رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد هلكي ورضا نفسي وزنة رشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع هانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلي
وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا نور النواحي يا رسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام مشركين وبنا الشرك تصدع ودنا وقت الهداية يا رسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع الله يا إمام من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذون لك كل الخلق تفزع الله عيونا دون تراما قد دها من هول أفزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك
صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا فلا فتسجود وطونا شفعت شفاع فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى اجمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطنا بكل مطمع يا الله رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله ودفع الآفات وارفع يا الله رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله واسقنا يا رب أغيثنا بحياة الطالية واختم العمر بحسنا واحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم
الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد الطهر وآله وصحابة من سنشاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u biha salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa sururan wa tarzuquna biha rizqan wasi'an midraran wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kulli syai'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita, mendudukkan kita di malam di tempat di perkumpulan di rumah yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriringkan salam kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad bin Abdullah SAW. Mudah-mudahan dengan berkah kita selalu membaca selawat, Allah istiqamahkan kita berjalan di jalan Allah, di jalan Nabi Muhammad, dengan harapan nanti di hari kiamat kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, menjadi orang yang paling dekat tempat duduknya bersama Nabi Muhammad dan masuk surga Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW. Ikhwani berhabaib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul dalam rangka acara atau dalam rangka Hall Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab, dan insyaallah besok kita akan mulai dari jam 6 pagi baca burdah. Lalu setelah burdah kita ziarah ke makam Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab, lalu kemudian disambung lagi jam 9.30 kita mulai baca kutubus salaf dan sampai selesai acara. Dan malam hari ini insyaallah untuk mempersingkat waktu kita akan dengarkan nasihat dari akhina fillah Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibn Alwi bin Ahmad Al-Kab, fa alaihi falyatafaddal mashkura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل فلا هادي له. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar di luar sana, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan, senantiasa menjaga warisan berupa ilmu dari salafun salih, pendahulu-pendahulu kita yang diwariskan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umat akan agama yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima di hari kiamat kecuali agama tersebut berupa agama Islam. Nabi Muhammad SAW menunjukkan kepada para sahabat, yang menunjukkan kepada para tabi'in, kepada para tabi'in seterusnya sampai kepada saat kita sekarang ini berada, kita mendapatkan kenikmatan berupa keilmuan dari guru-guru kita terus menerus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Namun sebagaimana yang Rasulullah SAW dapati, Allah Subhanahu wa taala katakan, qul hadhihi sabili. Ini adalah jalan yang sudah jelas, jalan yang bukan sesuatu yang mengada-ngada, namun jalan metode ini memang sudah jelas dari Allah Subhanahu wa taala, ada terprogram rapi, memiliki pegangan-pegangan yang kuat, sehingga Allah katakan hadhihi sabili ad'u ilallah. Manhaj wadih, manhaj yang jelas dari Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada para sahabat, sehingga tidak bisa dibikin-bikin atau dibuat-buat sesuatu semau kita atau semau hawa nafsu kita. Hal yang menjadi seperti mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, penjagaan atas kalam-kalam Rasulullah SAW. Mustahil seorang manusia yang hidup sekitar 1400 sekian tahun yang lalu, hampir seperti mustahil kalam-kalamnya atau kata-katanya, ucapannya terjaga sampai sekarang, kalau bukan karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa jalan ini sudah jelas. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jalan Nabi Muhammad SAW sudah jelas, dan Allah katakan, qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Saya mengajak orang kepada Allah, bukan mengajak orang kepada saya, bukan mengajak orang kepada madrasah saya, bukan mengajak orang kepada majlis saya, bukan mengajak orang kepada organisasi saya atau komunitas saya. Ad'u ilallah, ad'u ilallah, terus menerus berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah. Namun dakwah tersebut, pengajakan kepada Allah, harus berasaskan basirah berupa ilmu dan juga hikmah. Bukan hanya ilmu tapi tidak memiliki kebijakan, namun bukan hanya kebijakan tanpa didasari ilmu. Berdakwah kepada Allah ala basirah, keilmuan yang dicari, kemudian kebijakan yang difahami. Dan ini yang salah satu yang dilakukan oleh sahibul haul Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Yang diinginkan beliau tidak memiliki madrasah, beliau juga tidak memiliki majlis ta'lim, beliau juga tidak mengajak kepada komunitas tertentu, tapi beliau mencetak rijal, beliau mencetak para ulama. Tidak mesti banyak. Kalau kita nurakiz bil adad walaysa bil madad, yang kita perhatikan anak majlis kita ramai atau tidak. Tapi kalau beliau rajul bi alf, Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin sudah cukup satu, tapi bisa mengayomi masyarakat habaib yang ada di Palembang pada masanya, sebagai mursyid, sebagai penunjuk, sebagai pengajar, sebagai orang yang bertanggung jawab. Karena beliau ad'u ilallah ala basirah, karena beliau mengajarkan apa yang datang dari guru-gurunya ala basirah. Ana wa man ittaba'ani, Rasulullah SAW, kemudian orang-orang yang mengikuti kata Rasulullah SAW. Seakan ada isyarah bahwa sesungguhnya yang pertama, dakwah bukan hanya milik Nabi Muhammad SAW, tapi juga pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan seakan-akan ada isyarah bahwa ada silsilah dakwah kepada Rasulullah SAW itu atas izin
dari Nabi Muhammad SAW, Rasulullah tentu biiznihi, izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga Rasulullah SAW mengizinkan sahabat, sahabat mengizinkan para tabi'in, para tabi'in mengizinkan para tabi'in, dan seterusnya sampai kepada zaman kita ini berdakwah selain ala basirah pun juga ada isyarah dari orang-orang yang memang berhak untuk memberikan isyarah dan bisyarah. Dan wa ma aktsara haula, pada masa ini begitu banyak orang-orang yang merasa bahwa dirinya sudah pantas untuk memberikan bisyarah dan isyarah. Nah, tentu kita melihat fenomena pada zaman ini, dan kita belajar dari Sahibul Haul, belajar puluhan tahun di Hadramaut, kemudian belajar juga di waktu yang lama di Haramain Asy-Syarifain, kemudian khidmah kepada gurunya, kemudian setelah itu diberikan amanah untuk menjadi pemimpin di madrasah Al-Khairiyah di Surabaya beberapa tahun. Kemudian setelah itu baru berdakwah dengan catatan melaporkan kegiatan dakwahnya kepada gurunya, karena terus menerus ada tanggung jawab, karena biiznihi ana wa man ittaba'ani, yang Rasulullah lakukan dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Kalau kita baca murasalah surat-surat dari Al-Habib Ahmad kepada gurunya, saya mengira bahwa ini ditulis anak yang masih berusia belasan tahun, meminta izin, meminta ampun, meminta maaf, meminta segala sesuatu dilaporkan seakan-akan dia masih seorang santri yang terkekang di hadapan gurunya, tapi dia menikmati hal tersebut. Apapun yang diucapkan gurunya, dia akan ikuti. Beliau laporkan kepada Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Bayangkan seseorang yang sudah belajar puluhan tahun di Hadramaut, kemudian belajar bertahun-tahun di Mekkah dan Madinah kepada ulama berkelas yang dikenal pada masa itu. Sebut saja salah seorang di antara mereka, As-Sayyid Ali bin Muhammad Al-Maliki, atau kita sebut Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Pengarang kitab terkenal pada masa itu adalah beliau, seorang yang patut dibanggakan oleh Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf, karena gurunya pun meminta ijazah. Al-Habib Ali Al-Habsyi meminta ijazah kepada Syekh Yusuf. Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas pun saling memberikan ijazah kepada, artinya tabaqat guru daripada gurunya Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Harusnya dia merasa bahwa sanadnya tinggi, tapi tidak, karena beliau menganggap apapun yang beliau lakukan perlu kepada isyarah, sehingga ada yang bertanggung jawab. Nah, kalau kita merasa diri kita sudah besar, sudah nggak mau dengar omongan siapapun, itu adalah awal dari kecelakaan kita. Ketika kita merasa bahwa diri kita sudah pantas untuk berdakwah, kemudian kita tidak mau mendengar pesan dari guru yang memberikan kepada kita isyarah dan bisyarah seperti yang saya katakan di awal tadi, maka itu adalah awal dari kehancuran. Karena kita merasa bahwa diri kita sudah pantas, padahal orang yang merasa dirinya sudah pantas adalah orang yang baru memulai. Ala basirah ana wa man ittaba'ani. Subhanallah. Kemudian Allah mensucikan Allah, seakan bahwa dakwah itu hanyalah milik Allah. Keikhlasan ketika kita berdakwah kepada Allah menjadi syarat. Wa ma ana minal musyrikin, di ayat tersebut. Saya tidak akan menggabungkan antara Allah dan selain Allah. Ini adalah sesuatu manhaj wadih, jalan yang sudah jelas yang diajarkan oleh guru-guru kita terus menerus. Nah, ini poinnya diantaranya kita mencontoh Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf, bahwa sehebat apapun kamu harus ada tempat untuk bersimpuh kembali kepadanya. Selagi dia ada, maka kamu aman. Selagi kamu merasa bahwa kamu tidak akan pernah perlu kepada siapapun, maka itu adalah kebinasaan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mencontoh para salaf kita, pendahulu-pendahulu kita. Mahma wasalna, ma wasalna, mau sebagaimanapun kita sudah sampai, ya, kita tetap memiliki sandaran sehingga kita selamat. Kata Al-Habib Abdullah Muhammad Baharun, beliau katakan,
Man tahakkam li'arif yatruku syaf kullu la yunazi' wa la yakhtar له أي خصلة يسلم الأمر لأهله ما أرادوا يحكمون. المحبة لها أحوال وأسرار وفنون. Mahabbah cinta seorang murid kepada guru, kalau sudah menjadikan dia sebagai syekh tahkim, ya truku syaf kullu, enggak ada lagi ana syuftu hakadha, saya kayaknya begini, kayak la khalas. Apa yang dikatakan guru, oh seperti. Kenapa? Daripada kita mencari pengalaman baru, lebih baik pengalaman yang sudah pernah dirasakan oleh guru kita, sehingga kita mendapatkan yang terbaik. Mudah-mudahan barakah hadirnya kita pada malam hari ini sebagai pembuka majlis haul besok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi dan kita diberikan kemudahan dari esok hari, dari ziarah, baca burdah dan juga pembacaan Maulid Rasulullah SAW dan juga haul, baca tahlil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudah langkah kita dan pulang dari tempat ini kita mendapatkan keberkahan. Selain itu juga kita mendapatkan ilmu dan juga kita menjaga warisan-warisan dari pendahulu-pendahulu kita untuk anak-anak kita, untuk penerus kita, supaya mereka terbiasa untuk mengenang orang-orang terdahulu dan tidak melupakan mereka dan tidak rusak dengan jalan-jalan yang sembarangan yang ada pada masa ini. Wassallallahu bijama'alika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamal al-mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazahullahu khairan jazaa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi akan bermanfaat buat kita. Yang jelas besok insyaallah jam 6 pagi kita mulai baca burda, lalu makan pagi, sarapan pagi langsung. Habis itu baru kita ziarah ke makam Al-Habib Ahmad bin Hamdul Kab. Setelah saya ziarah jam 9:30 kita mulai lagi baca kutub salab sampai selesai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari jama'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Wa laqad ashartu linati man usafuhu tuhyil quluba tuhayyijul ashjana. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفة ربنا وهدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه دين الوجود به الإله أبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ظهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة أين الرضا ترعانا واربط به في كل حال هبلنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واكمع كل من عادانا وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا
يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد ربنا لا تزغ قلوبنا وهب لنا انك انت الوهاب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه اللهم انا نسالك رضاك والجنه نعوذ بك من سخطك بالنار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. قبول. طيب. Jadi besok saya lagi dimulai jam 6. Habis itu foto apa? Makan pagi, sarapan pagi. Habis foto, habis makan pagi langsung ziarah ke makam Al Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab. Allah niat kita dapat barokah, mudah-mudahan dari Sahibul Khol, dapat nazar, dapat perhatian dan yang lain-lain. Dan mudah-mudahan digabungkan bersama beliau nanti surga firdausnya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.